قيمة الشحنة وأهميتها رسم لها البارون خطة لتأمين مسارها، أين وظف كشافا يسبق الشاحنة لرصد أي حاجز أمني لإنذار سائقها. وليصرف الكشاف الشبهة عنه أشرك زوجته في العملية التي رافقته طوال الرحلة، واللقاء كان مع الشاحنة في الأغواط. كيسمى انايا واش دايريني، كيعرفني بهم واحد كان يسكن عندنا في نواره وكان معايا، كان يخدموا مع هذه لاضروا وهذه الامور هذه ولا ماشي على بالي، يخدموا الزطله، يخدموا الحب، يخدموا الدواء، يخدموا الحمراء، يخدموا كلش، يخدموا الكوكايين، يخدموا كلش. يجيبوا فيها من تمرست، يجيبوا فيها من تمرست. هذا يقولوا له الحاج، هذا اللي يهضر معايا في الواتساب، نفتح لهم من لاغواط للجزائر بالجولف، يقول لي خرج لاغواط او كاميو بيت ثم، يقول لي تلقى الديوانه، ما قول لي الديوانه وخلاص، عيط لي هو، يعيط للشيفور يقول له احبس، ولا يعيط للسعيد هذاك، السعيد هذاك يعيط للشيفور، نلحقوا هنا البيرتوتا ونروح. يتلاقاو في الطريق بالاخرى، مشي لي ساد، يقول لي انا قدامك هاو التليفون بينات مع المراه تاعو، ملي يروح ما يروح لقى التليفون برا هكا روطه على مشي اقتل في الطريق. احنا جيت الغواط من كان يهضر مع واحد اسمه الحاج، هذيك الزوجه نتاعي ديتها معايا انا اخويا باش من كما نقولوا في الطريق ما يدوهاش فيا باللي انا اللي راني نمشي من قدام الكاميو برا. النفق المظلم الذي توغل فيه هؤلاء لم يكن بالمجان، بل لجني أرباح سريعة وطائلة تصل إلى 120 مليون سنتيم على كل عملية. ورحلة بالسيارة لزوجين من الأغواط إلى العاصمة تدر 40 مليون سنتيم. يعطيني هذاك السعيد 40 مليون، 40 يعطوني فيه 40 مليون، وخاطر عطاني 20 مليون. هذا الشيفور يدي فيه 120، داها قدامي خطره، داها قدامي انا، عطاني 40 وهو عطاه 120 هذاك السعيد. شرا اودي وشرا جولف، اللي نشريتهم لك كي تجي لي يقول اني شريت لك. وصل الكشف